بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله دائما وأبدا. يا سيدي، عاقب الحكم، اشطبوا أو احرموا من إدارة المباريات أو إدارة مباراة نادي الزمالك أو الأهلي. لكن فين حق الزمالك؟ فين حق الزمالك؟ اعتراف صوت وصورة ومع ذلك لا يؤخذ به. ده حدث، اللي حصل ده حدث يتم فيه حل لجنة الحكام تما. الزمالك لو لعب مباراته القادمة دون إصدار قرار بإعادة المباراة، إصدار قرار منين؟ من اتحاد الكورة ولجنة المسابقات، وقتها الحل ولا شيء غيره. الحل الوحيد هو الانسحاب وعدم المشاركة في هذه المهزلة الكاملة الأركان. انسحاب وتجميد لعبة كرة القدم لأكبر نادي في أفريقيا وأحسن نادي في العالم سنة 2002. النادي الحاصل على 7 بطولات في موسم واحد في العالم. ما حصلش لحد وقتنا هذا ان نادي اخد 7 بطولات في موسم واحد غير نادي الزمالك. هذا الانسحاب وهذا التجميد لهذا النادي العظيم سيهز العالم كله، وسيعود الحق لأصحابه. بعد مهزلة سحب نادي القرن الماضي، ها هي مهزلة جديدة في القرن الحالي. مطلوب الانسحاب. ده كلام الزملكاوي المحترم، المعلق المحترم أحمد الطيب. سؤال لاخواتي الزملكاويه ولكل زملكاوي محترم، راجل عنده كرامه، ما بيخضعش. في ايه تاني يحصل عشان توضح الصوره قدامنا في التعنت اللي بيحصل والمجاملات اللي بتحصل على قفانا على حسابنا لصالح نادي تاني؟ في ايه تاني؟ سنة 2017 مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدقيقة 66. مش هننسى اللي حصل. احمد سامي ايده كده ومع ذلك ما اتحسبتش اي حاجة خالص. والحكم جريشة جهاد، معرفش الاسم ده اسم يعني انا معرفش، لا توقف ولا اي حاجة. اتكرم وبيطلع في برامج وبيطلع يحلل وبيطلع 100. طالما جيت على الحيطة المايلة يبقى انت 100. معلق محترم يطلع يقول كلمة حق في نادي الزمالك، يا يتوقف يا يترحل بره مصر. يلا من هنا، انت جاي تقرفنا 100 عقبة ايه ودوري ايه يا عم؟ غرفة طلع بره، طلعوه بره. متحدث رسمي محترم، وقف يا عم. انت بتطلع تقول انت عايز تعمل فتنة؟ في ايه تاني يا جماهير نادي الزمالك؟ كورة ربنا بعت لنا هدية من ربنا. اللي ما بيحبش الظلم على نفسه وما بيرضاش الظلم لعباده، ربنا ما بيرضاش الظلم لعباده. خدوا اول خطوة هيتحركوا بيها عشان ترفعوا الظلم. ربنا بيهد القرية الظالمة قبل الكافرة. بلاش الظلم، اقفوا قدام الظلم.
خد اهو تصوير صوت وصورة من عند ربنا، لا في الحسبان. انا كنت متابع المباراة، ما اتحسبتش يبقى هي ما اتحسبتش. اتفاجئت لما لقيت المعلق بيتكلم والحكم بيتكلم، وكلنا سامعين الفضيحة علنا. ربنا ادالنا الفرصة اهي، اعملوا حاجة. ادى الفرصة لاتحاد الكرة، اطلعوا شرفة مرة، اطلعوا شرفة مرة في حياتكم، يبقى عندكم شرف. اعملوا موقف لصالح الكرة المصرية، مش لصالح نادي الزمالك، لصالح بقية الأندية، لصالح الإنسانية حتى. بلاش الظلم. فرصة جات لهم وجات لنا. فيش. جماهير الزمالك على تويتر ايه 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 ايه، مفيش اي حركة، مفيش اي حاجة. امبارح رابطة الأندية بتكرم نادي الزمالك في حضور البناني. يعني ايه؟ يلا خد كده ايه بس عشان تسكت وتقعد ساكت، البس كده، قشر والبس. وبعديها في نفس الحفلة، في نفس التكريم، في نفس الحفلة، انا مباراة السوبر في الامارات ما بين الاهلي ما بين بيراميدز فيوتشر ونادي مش عارف وسيراميكا كليوباترا. نادي الزمالك بكل اسف عشان انسحب لا يحق له المشاركة. انا عايز افقع زمارة، ما انا بشر فيعني انفعالات. اخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي، متعلم ازاي سيلف كنترول، سيلف كونفيدنس، حاجات يعني، بس بشر. ده الاهلي اللي طلب كده، الاهلي يطلب يوقف الزمالك، سمعا وطاعا يا مولاي، حاضر. لعيبه تغلط في جماهير نادي الزمالك، يا عم ما فيش بقى عقوبه ايه وبتاع، سيبها على الله. لا كهربا توقف لحد وقتنا هذا، ولا غرامته خدناها. لعيبه هربت من عندنا واتكيسنا وراحت لهم. سيف زاهر يطلع يقول لك والله يا كابتن، طب انت ايه رايك لما فتوح وزيزو يجوا لنا نادي الاهلي، هيضيفوا لينا ولا هيعملوا ايه؟ كاننا كجماهير وكنادي مش موجودين على الخريطه. في ايه تاني يا جماهير نادي الزمالك؟ في ايه تاني يحصل؟ في ايه تاني يحصل؟ في ايه تاني يحصل؟ إيه، الزمالك ما يلعبش في السوبر، ما يلعبش في السوبر. مفيش عقوبات، مفيش عقوبات. يا حكام ظبط الكلام ولا ايه؟ المراهنات، معظم اللي بيراهنوا ناس ما بيحبوش نادي الزمالك. فالناس اللي بتحب نادي الزمالك لما بتراهن، اما الزمالك بيلعب المقاولين مثلا، فالنسبه النسبه الكبيره ان الزمالك يكسب، فناس بتدفع فلوس عشان الزمالك يكسب. الناس اللي ما بتحبش نادي الزمالك بيتعاونوا مع مين؟ لعيبه، حكام، حراس مرمى، مديرين فنيين، عشان المراهنات. يراهنوا بمبلغ صغير قصاد اللي راهنين بمبلغ كبير، اللي هم بيشجعوا الزمالك او بتوع مصلحتهم، شوفوا مين الفريق الاقوى اللي هيكسب. فما اللي بيدفعوا فلوس كتيره بيخسروا، اللي بيدفعوا فلوس قليله بيكسبوا 3 و4 و5 و6 و10 اضعاف. البنا باين، مش البنا، امين، باين ان هو كان يعني مراهن او يعني اخد فلوس بتاع مش عارف ايه. الفريق ده ما يكسبش، يتعادل. ليه؟ لان في ناس كانت مراهنه ان الزمالك يتعادل مع المقاولين او المقاولين يتعادل مع الزمالك. طبعا اللي هيقول لك ده بيهري. لو الصوره مش واضحه قدامك انا اسف، انا ممكن يكون اغبى منك يا اذكى منك، حاجه من الاتنين. قناه اون تايم سبورت بعد الماتش منزلين الصورة دي، كاتبين ايه؟ كاتبين احمد علاء لم يرحم دموع اوسيريو. الماتش اللي قبليه
بيراميدز بعد الشوط الاول عبد الله السعيد او السعيد يحزن جماهير نادي الزمالك. لو مش واضحه الصوره قدامك انا اسف. واحد شبه ايمان عرور، ايمان عرور كان بيلعب في الزمالك 4 و5 سنين، مفيش حد طالع يتكلم عليه كلمه. لعيب قليل الادب لازم يهدى شويه على الحكام، انت لسه صغير، ما تتكلمش حكام كده، ايه الولد ده، ايه اللعب ده بقى؟ ربنا بيحبه ومن اولياء الله الصالحين ان ربنا انعم عليه بنعيمه ووداه النادي الاهلي. ايه امام عاشور بعد 3 مباريات 3 اهداف واسيستين وخرم وابره. الاعلام كل البغبغانات بيطلعوا يقولوا الكلام ده في الاعلام. في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ في ايه تاني عشان نعرف ان انت you supposed to not be here؟ انت مش المفروض تبقى متواجد هنا. انت مين؟ جماهير بالملايين وجماهير ولا ليكوا اي لازمه. اهم حاجه نادي الرايات الحمر، النادي الاهلي اهم حاجه، وكابتن محمود الخطيب اهم حاجه. ماليش دعوه بقى، ما عندكش رعايه، مفيش رعايه بتجيلك، احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ اعلانات ما بتجيلكش على القناه، مفيش حد بيطلع يتكلم فيك كلمه حق. حتى الزملكاويه، حتى اللي كانوا بيلعبوا في نادي الزمالك، اللي كانوا لابسين تيشيرت نادي الزمالك، ما يقدروش يطلعوا يقولوا كلمه حلوه على نادي الزمالك. سوشيال ميديا شتيمه بناخدها، اي حد بيطلع يتكلم زملكاوي بيطلع يتكلم شتيمه، بلاغات، توقيع للصفحه، توقيع للمعنويات. في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ انا مع كابتن احمد الطيب واي زملكاوي محترم ننسحب من الدوري، ننسحب من الدوري. اللي فات كان ظلم، اللي جاي ظلمات. اوعى تفكر ان لما يقف شهر ولا شهرين الباقي هيتعظ، ولا هيتعظ ولا اي حاجه هتتغير. هتبقى اسوأ، هتبقى اسوأ. لانه لو حكم ادالك حقك في المباراه الجايه، الرايات الحمراء هيطلع يقول لك اهو اهو عشان طلعوا قالوا مش عارفه ايه، زملكوا الدوله وزملكوا الحكام وزملكوا اوعى تفكر، اوعى تفكر، اوعى تفكر ان انت هتاخد حقك بعد كده، تبقى بتحلم او تبقى غبي، لانها حصلت قبل كده كذا مره. يا اعاده المباراه والنادي العظيم ده ياخد حقه وجماهيره اللي بالملايين تاخد حقها، يا اللي انسحاب من الدوري واشبعوا بيه. ايه اللي هيحصل لما تنسحب من ده؟ هتنزل درجه تانية؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ انت نازل على حق ولا نازل على باطل؟ انت نازل على حق. لا، نادي الزمالك كبير ومش كبير، حتى امك كبير ايه؟ مش على الزملكاويه اللي بيقولوا كده نادي الزمالك كبير غصب عن اي حد، على اللي بيطلعوا بقى ايه عايزين ايه يملسوا نادي الزمالك كبير. ازاي انسحب؟ ازاي بتقول كده؟ مجانس طبعا، ابو نضاره هيطلع يقول كده، وشوبير ومش عارف مين. ازاي نادي الزمالك الكبير العظيم القلعه البيضاء القطب القطر الهري ازاي ينسحب؟ طبعا ده لمصلحتهم ان انت تفضل تتدب في الدوري، تتدب كل سنه، يمشي من عندك لعيبه، ياخدوا من عندك لعيبه، كل ده في مصلحتهم، مصلحتهم الاعلاميه والجماهيريه. جماهيرهم بتزيد وهتزيد، بطولاتهم هتكتر على حسابك، مش عشان هم جامدين ولا عشان هم احسن فريق في العالم، لا.
لو وصلت لحد هنا، لو حابب ادعمنا بلايك او اكتب رأيك في تعليق او اطلع قول اي حاجة. قول اي حاجة، قول اي حاجة، بلاش السكوت وبلاش السلبية دي، عشان مفيش اي حاجة تاني، مفيش اي حاجة تاني تحصل تفوقنا، مفيش اي حاجة تاني للأسف. كان معاكم بورتامنت، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.